ده يبقى شيان شي انسان كحيان وكسلان، اكتر حاجه بيحبها انه ياكل ويشرب وينام. شيان كان عايز يعيش اسلوب الحياه ديت لحد ما يموت وتنتهي، لان حياته ديت مش فارقه معاه، وعلى عكس ما كان متوقع لما يموت بينتقل لعالم تاني. في البدايه اعتقد ان ده عالم غريب بيطير فيه الناس باستخدام السيوف وقوه التشي، لكنه اعتدى على الموضوع بعد ما عاش في العالم ده اكتر من 3 سنين. المهم المعلم ده كاي بطل عادي في منهوا بيحصل على نظام، ومش كده وبس، لا وكمان اكتشف اماكن سريه فيها تقنيات قويه. بس الحاجه اللي كان مستغرب منها انه بيمتلك اجنحه شيطانيه. المهم بعد ما اعتدى على العالم ده واكتشف كل الحاجات اللي تقدر تخليه يعيش، كان نفسه يكمل حياه الكسل اللي كان متعود عليها، والحاجه اللي كانت منعاه انه يعمل كده كان خايف من الحاكم اللي نقله للعالم ده علشان ممكن يلعنه، لان الحاكم اتعصب جدا من شيان لما عرف ان هو عايز يكمل حياه الكسل في العالم ده كمان. والحاكم بيعرفه ان في ملايين الناس بتتمنى ان هي تنتقل لعالم تاني، وانت من بينهم حصلت على الفرصه دي. فعلشان كده الحاكم هدده انه لو فكر يضيع الحياة دي هيلعنه وهيكسر الكرسي ده على دماغه وهيخلي حياته عبارة عن جحيم. المهم بيقرر ان هو يلعب 10 ضغط علشان يحاول ينسى الموضوع ده، بس لما بيجرب يعمل كده بيقع على وشه وما بيقدرش، لانه عمره ما جرب يمارس تمارين في حياته تماما. وبعد ما رضى بالامر الواقع بيقرر انه يودع حياته الكسولة، لانه شكله كده هيتدرب وهيطلع عينه علشان يعيش، وده تماما عكس اللي كان متوقعه، لانه كان بيعتقد انه لما ينتقل للعالم ده هيفضل عايش كده حياته الكسولة زي ما كان عايش في العالم التاني ويتجاهل كلام الحاكم تماما. لكنه فجأة بينصدم اول ما بيشوف الرسالة اللي جات له من النظام، وبيعرفوا النظام انه قدامه 100 يوم علشان يعمل اول مهمة ليه والا هيموت. وده خلاه يرتعش من الرعب، فعلى طول الكسل بتاعه بيختفي، لا وكمان من الرعب بيخرج من المدينة بسرعة، بيركب الحصان بتاعه وبيفضل يبحث عن المكان اللي النظام قال له يروح، اللي في النهاية بيطلع كهف طاي. حرفيا النظام كان مديه 100 يوم مهلة علشان يعمل المهمة دي، بس هو علشان كان خايف من الموت وصل لهناك في يومين بس، وده اللي خلى ظهره يوجعه لانه فضل قاعد على الحصان لفترة طويلة. المهم بعد كده بياخد باله ان في بلورة سحرية في المكان، وغالبا ده اللي النظام قال له يجي علشانها. وهنا هو كان متضايق جدا لانه انتهى به المطاف بانه عثر على كرة كريستالية ملهاش اي لازمة من وجهة نظره، لكنه اول ما بيلمسها بتبدأ تشع بنور قوة التشي، والنظام بيقول له ان هو عمل اول مهمة بنجاح. بيعرفوا النظام برضه بعد كده ان في قصر اسمه قصر الحكام، وقصر الحكام ده كان في عصر الامبراطور الاقوى. المهم في عصر الامبراطور الاقوى كان العصر ده بيعتبروه العصر الذهبي بسبب كمية المقاتلين الاقوياء اللي كانوا بيعيشوا في الفترة دي، واللي هم يبقوا 12 مقاتل، كل واحد فيهم كان قوي جدا في العنصر اللي كان بيتحكم فيه. لكن في النهاية حصل حرب سنة 1473، وللأسف الحرب ديت خلصت على كل المقاتلين ال 12 دول، واللي كان السبب في كده هم 9 مقاتلين ظهروا من العدم اللي كانوا بيلقبوا نفسهم بمنظمة النار السوداء. المهم هنا بقى بتبدأ القصة بجد، لأن شيان انتقل للعالم ده قبل حدوث الحرب ديت ب 700 سنة، يعني هو دلوقتي في سنة 1773 من التقويم الصيني. مهمة شيان هنا بقى ان هو يجمع المقاتلين ال 12 اللي اتغدر بيهم من منظمة النار السوداء ويدربهم علشان يكونوا اقوى من القوة اللي كانوا عليها قبل ما يموتوا، بحيث منظمة النار السوداء ما تعرفش تهزمهم. وفجأة النظام بيعرفوا ان هو علشان خلص المهمة الاولى هيديه جايزة، والجايزة ديت يبقى كارت ذهبي، والكارت ده لو استخدمه هيحصل على قوة ملك القرود اللي هو يبقى المقاتل الاول من المقاتلين ال 12، لكن للاسف القوة ديت هتكون مؤقتة. المهم بعد ما شيان بيعرف ايه الكارت ده، النظام بيعرفه ان مهمته التانية هتبدأ، والمهمة ديت ان هو يعثر على ملك القرود في الوقت الحالي. وبيعرفوا النظام ان المهمة هتكون بسيطة جدا، كل اللي عليك تعمله ان انت هتجد ملك القرود وتخليه يزيد قوته بنسبة 30%. وده اللي خلى شيان مصدوم، لانه لما بيشوف صورة ملك القرود المرعبة في النظام بيتعصب جدا، فعلشان كده بيمسك النظام وبيرميه على الارض، وبيعرف النظام وهو عمال بيضرب فيه ان دي مش مهمة سهلة بالنسبة لواحد كسول. المهم النظام بيحط شيان قدام الامر الواقع وبيبدأ يختفي، وبعد ما النظام اختفى بيرضى شيان برضه بالامر الواقع، وبيقول في نفسه كده ان النظام في البداية منحه 100 يوم علشان يعمل المهمة الاولى، فاكيد يعني بما ان المهمة ديت اصعب من المهمة الاولى اكيد مدة عمل المهمة ديت اكتر، يعني مثلا سنة سنتين حاجة زي كده، يعني الحمد لله كده في وقت ان هو يلحق يتكاسل شوية. بس النظام بيصدمه اول ما بيظهر في وشه وبيعرفه ان مدة عمل المهمة ديت هم 3 ايام بس، فبيتعصب شيان اكتر وبيبدأ يشتم في النظام والحاكم اللي نقله للعالم ده، وبيلعن كمان في حياته وفي القصة وفي كل حاجة حرفيا. المهم بيطلع يجري بعد كده لانه ما عندوش اي وقت يلعن فيه اي حد، فعلشان كده بيفضل يجري ويبحث في كل مكان عن الملك القرود. بس بعد 3 ايام في جبل الزهور بنلاقي شيان مرمي على الارض وهو عمال بيعتذر لمجموعة من المقاتلين. 3 مقاتلين كده بيكونوا حواليهم طاقة ضغط قوية جدا. قائدهم بيسأل شيان هو بيعمل ايه في الجبل ده، وده يبقى اسمه ليو تيان. بيعرفوا شيان ان هو تاه هنا
بالغلط لانه كان بيجمع شويه اعشاب طبيه، وهو كان عمال بيقول في نفسه ان هو حظه زي الزفت، بقاله 3 ايام بيبحث عن ملك القرود لكن دلوقتي قابل المجموعه ديت بالصدفه. المهم هنا بيتجمعوا حواليه وبيسالوه هو ليه اصلا دخل الاماكن الخطره دي، حتى لو كان علشان يجمع اعشاب فكان المفروض ما يدخلش هنا. بيقوم معرفهم ان هو مش هيكرر العمله دي تاني وهيغادر المكان على طول. وهنا ليو بيعرف شيان ان دخول الحمام مش زي خروجه. بيعرف شيان ان هو عنده فكره حلوه جدا، ممكن يحقن شيان بتقنيه خطيره كده تخلي كل الدم اللي في جسمه يخرج، وده هيخلي كل الوحوش الشريره تتلم على شيان، فبالتالي هيصطادوا شويه وحوش. وده خلى شيان يا عيني مرعوب ومصدوم لانه عمال بيسمع ازاي هيخرجوا دمه من جسمه. فبيشاور لهم كده وبيعرفهم ان هم المفروض يكونوا مقاتلين نبلاء، وده خلاهم مصدومين شويه منه لان شيان بيعرفهم ان هو قرأ في احدى الكتب ان المقاتلين ممنوع يضربوا الناس العاديه. فهنا بيموتوا حرفيا من الضحك وبيبداوا يتريقوا على شيان، لحد ما بيقوم ليو كده مبتسم ابتسامه شريره لشيان، وبيعرف شيان ان في قاعده مهمه جدا في كل الاماكن، وهي ان القوي بياكل الضعيف، وكده كده محدش شايفهم دلوقتي ولا حد هيعرف ايه اللي حصل. بعد ما شيان سمع الكلام ده ادرك ان هم كده هيموتوه، بس افتكر ان هو معاه كارت ملك القرود اللي لو استخدمه هيحصل على قوه جباره، فعلشان كده بيطلع الكارت وهو بيقول في نفسه ان هو ما كانش عايز يستخدم الكارت دلوقتي، وكان المفروض يسيبه للحالات الضروريه جدا، بس خلاص هي دي حاله ضروريه لانه كده هيموت. واول ما بيستخدم الكارت ده بيشعر ان هو بقى بيمتلك قوه ملك القرود، وبيبدا يصرخ باعلى صوته زي جوجو في دراجون بول. وهنا كان ليو والاتباع بتاعه كانوا مصدومين ومستغربين في نفس الوقت ليه الواد ده عمال بيصرخ باعلى صوت، وشيان بيكون مكمل صراخ وكانه هيتحول لسوبر سايجين، وفي النهايه بيختفي الكارت ومفيش حاجه بتحصل. فده خلاه مصدوم وبيقول هو مش انا المفروض دلوقتي يكون عندي قوه جباره؟ فبيظهر له النظام وبيعرفه ان هو استخدم كارت ملك القرود، يعني المفروض دلوقتي ملك القرود يوصل للمكان اللي انت فيه في 10 دقايق بالكتير. وهنا شيان استوعب ان ده كان كارت استدعاء، ما كانش كارت ان هو يمنحه قوه جباره. فعيني هنا بدا يعيط لانه كان عمال بيصرخ باعلى صوته، كان بيعتقد ان هو هيكتسب قوه جباره ويخلص عليهم كلهم. بيقرب منه ليو كده وبيقوم ماسكه من هدومه وبيسال شيان ليه هو كان عمال بيصرخ من شويه، لحد ما فجاه ليو بيسمع صوت حد بينادي عليه. فلما بيبص وراه بيلاقي وحش قوي جدا، بس الشخص اللي كان بينده عليه كان ملك القرود بذات نفسه جاي ومعاه اتباعه. بعد كده ملك القرود بيسأل ليو لو كان هو اللي عمال بيسرق أهل عشيرته ويخلص عليهم، وده خلى ليو يستغرب وبيقول في نفسه ايه اللي جاب وحش من مستوى ملك الشياطين هنا. والمشكلة ان هو ما كانش عارف ان كل ده هيحصل لانه كان خرج بس عشان يتسلى، لكن بما ان ملك الشياطين هنا فهو مضطر انه يهجم عليهم. بيجهز التقنية الشيطانية بتاعته وبعد كده بيوجه كلامه لأتباعه، بيعرف أتباعه ان هم لازم يوفروا له وقت حالا علشان يجهز تعويذته السحرية القوية جدا اللي هتخلص على ملك القرود. فهنا هم بينصدموا وبيقولوا له انت اتجننت، بيعرفوا ان هم ضعفاء جدا وانهم علشان يجهزوا تعويذه سحريه تخلص على وحش من مستوى ملك الشياطين ده مستحيل، واكتر حاجه مزعلاهم دلوقتي انهم هيموتوا قبل ما يتجوزوا. بس ليو بيقوم متعصب منهم اكتر وبيعرفهم ان هم لو جهزوا له شويه وقت كفايه فممكن يجهز التعويذه السحريه القويه جدا بتاعته، حتى ملك الشياطين مش هيقدر يقف قصادها. وده ما لفت انتباه ملك القرود كونج، فبيستريح كده كونج وبيعرف ليو ان هو لفت انتباهه، فعلشان كده هيسيبه وهيسمح له ان هو يجهز في التعويذه السحريه بتاعته. بيعرفوا كمان جونج ان هو مش هيهجم عليهم لحد ما يجهز الضربه السحريه بتاعتهم لانه عايز يشوف الضربه اللي هتخلص عليه. بس هنا اتباع ليو ما كانوش متفائلين وكانوا حاسين ان هم هيموتوا النهارده. بالنسبه لشيان فبيعرفوا النظام ان هو هيتحول لملك القرود المستقبلي، يعني هياخد شكل ملك القرود كونج وقوته في المستقبل. بس المشكله دلوقتي ان هو مضطر يستنى 8 دقايق، وليو هنا كان عمال بيتفخر قدام ملك القرود كونج وبيعرفوا ان هو طالما اداه كلمه يبقى ما ينفعش يرجع فيها، وبيتحدى ان هو يستناه بس لحد ما يجهز التعوذه السحريه بتاعته. وبالفعل بعد 5 دقايق بنشوف اعصار سحري من طاقه الظلام الشيطانيه. وهنا كان صبر ملك القرود كونج انتهى تقريبا لانه بيقول له انه استنى كتير، لكنه لما بيبص على التعويذه بتاعت ليو بيبتسم لانها اثارت اهتمامه، لان في الوقت ده كان ليو جوه الاعصار الشيطاني. وبيعرف ملك القرود كونج انه يستعد دلوقتي علشان هيوجه له الضرب، وبالفعل بيتجه الاعصار الشيطاني ده ناحيه ملك القرود كونج، بس هو ما اتحركش من مكانه، لا وكمان بيبتسم ابتسامه كلها ثقه. ومن وجهة نظر ليو فهو كان فرحان جدا وبيعتقد ان هو خلص على ملك القرود كونج، بس ملك القرود كونج بيقطع كلامه وبيقول له ان هو لسه عايش. بيقوم ليو باصص وراه كده وبينصدم شويه، بس بعد كده بيعرف ملك القرود كونج ان هو دلوقتي عامل زي الاشرار اللي في الروايات، لانه بيمتلك سلاح من جد جده قادر على تدمير اي وحش. هو بس المشكله ان سلاح جده ده بياخد كميه وقت شويه علشان يتفعل، وبعد كده بيجمع قوته الشيطانيه مره تانية وبيوجهها كلها ناحيه ملك القرود كونج، والضربه دي بتنقسم لضربات كتير جدا كلها بتتجه ناحيه ملك القرود كونج.
ومن قوه ضربه ليو حتى اتباعه ما كانوش قادرين يقفوا من ضغط قوتها، واتباع ملك القرود كمان ما كانوش قادرين يقفوا بسبب الضغط ده. بس هنا ملك القرود كونج كان اتعصب والضربه ديت ما عملتش فيه اي حاجه. لا ومش كده وبس، ده كمان بقى اقوى واضخم. وبيبص بعد كده ليو بيعرفه ان هو هيوريه معنى القوه الحقيقيه، لانه بيوجه ضربه كده جنب ليو، والضربه ديت من قوتها بتخرم الجبل كله. فبيبص كده ليو لقبضه ملك القرود كونج وهو مرعوب جدا، لان الضربه ديت لو كانت جت فيه كانت هتبخره، وكل اتباعه بينصدموا من قوه القبضه اللي خرمت الجبل. بعد كده بيروح ملك القرود كونج بيعرف ليو ان هو لو كان عايز يستمر في قتاله فما عندوش اي مشكله، بس ليو يا عيني من خوفه رجله ما بتكونش قادره تشيله، فبينزل على الارض كده وبيفضل يعيط، وهو عمال بيطلب ان ملك القرود كونج يسامحه على اللي عمله، وبيطلب منه انه يسيبه يعيش. وملك القرود كونج طبعا ما كانش مهتم لكلامه، وكان متجه ناحيه ليو علشان يخلص عليه. بس فجاه لما بيبص على يمينه كده بياخد باله من حاجه، والحاجه ديت تبقى شيان اللي واقف مصدوم من قوته. واول ما عينه بتيجي في عين شيان بينصدم كده وبيقول هو بيبص لي ليه، وبيقول له شيان كده وهو متوتر ان هو مش معاهم، وانما هم كانوا عمالين بيتنمروا عليه. ده في حين ما كان النظام بيقول لشيان ان فاضل 48 ثانيه ويكتسب قوه ملك القرود كونج في المستقبل. وهنا ملك القرود كونج بيقول لشيان انه هيخلص عليه لان شكله كده مستفز ومش عاجبه. فهنا شيان بيحاول يكسب شويه وقت، وبيطلب من ملك القرود كونج وهو مرعوب منه انه عايز يعترف له بحاجه، والحاجه ديت ان هو جاي المكان ده كله علشان يطلب انه يكون تلميذه. وبيبدا بقى يتملق فيه اكتر، وبيعرفه ان هو لما كان عنده 13 سنه كان بيحلم ان هو يشوفه. طبعا كل الكلام ده كذب، وشيان بيقول كده بس علشان عايز ينجو بحياته. والنظام بيقول لشيان ان فاضل بس 15 ثانيه ويتحول لقوه ملك القرود جونج في المستقبل. وهنا جونج كان عجبه تطبيل شيان، بس فجاه بيتعصب وبيقول لشيان ان في الحاله ديت يبقى انت تستحق الموت اكتر من اي وقت. وده صدم شيان، لان المفروض طالما انت حد بيطبل لك المفروض تحبه ومش تتعصب منه وتقتله، لكن ما كانش ده السبب. والسبب هو ان جونج بيعرف شيان ان محدش من البشر يستحق يكون من تلاميذه. لكن قبل ما يخلص على شيان بيحصل انفجار كبير قوي في المكان، وجونج كان مستغرب من الانفجار اللي حصل ده، وهو عمال بيسأل نفسه هو شيان اختفى فين. ولما بيبص وراه بيتفاجئ من اللي هو شايفه، واللي وراه ده بيكون شيان بعد ما تحول لشكل ملك القرود جونج في المستقبل. وهو عمال بيقول في نفسه ان قوة المقاتلين ال12 اللي بيبحث عنهم قوية جدا. بالنسبة لملك القرود جونج فهو كان حاسس بشعور غريب، هو كان حاسس بالرعب والخوف، وفي نفس الوقت كان حاسس كده بالحنين والقرب، وده لان شيان اخد جسمه اللي هو في المستقبل. المهم شيان بيوجه له كده نظرة مرعبة، وهنا جونج ما كانش مرعوب بس كان حاسس ان هو عايز يحب الشخص ده لسبب ما. وفجأة شيان بيختفي من المكان اللي هو كان واقف فيه، وبيظهر ورا العجوز ليو. فجأة بيمسك العصاية بتاعته كده وبيبدأ يضرب في العجوز ليو، لأن العجوز ليو كان عايز يحوله لطعم للوحوش، بس دلوقتي هو ماسك فيه وعمال بيضربه شمال ويمين. ومش كده وبس، لا وكمان بياخده كده على رجله وبيفضل يضرب في طيبة قلبه. ده في حين ما كونج كان مصدوم من اللي هو شايفه، بس فجأة بيتحمس وبيبتسم ابتسامة مرعبة جدا، وبيبدأ يخرج قوته، وهو بيعرف شيان انه بدل ما يلعب مع الشخص الضعيف ده يواجهه هو. بس فجأة شيان وكونج بيسمعوا هما الاتنين صوت شخص من وراهم، والشخص ده بيكون مقاتل سمائي معدي من جنبهم. فعلى طول ليو بينده عليه وبيطلب منه ان هو ينقذه، وبيفضل يتباهى بقى قدام كونج والشيان علشان بيعرفهم ان ده مقاتل سمائي مش هتقدروا تهزموه. فالكلام ده طبعا كان عجب المقاتل السمائي، لانه طبعا بيلاقي حد يطبل له. وبيعرف شيان وجونج ان هم دلوقتي لو نزلوا على الارض وفضلوا يطلبوا منه السماح ممكن يسيبهم عايشين. فبيعرفوا جونج ان المقاتلين السمائيين ما لهمش اي لازمه، وانما هم عباره عن شويه ضعفاء، وبيعرفوا ان هو في المستقبل لما يكون اقوى هيخلص عليهم كلهم. وعلى طول بيستخدم التقنيه بتاعته الرابطه الذهبيه علشان يربط المقاتل السمائي. فهنا المقاتل السمائي بيبتسم له كده ابتسامه مرعبه وبيقول له انت مفكر نفسك هتقدر تربطني؟ وبيبدا يخرج في كل قوته، وهو بيعرفهم انه اول ما يفك نفسه هيخلص عليهم كلهم بلا رحم. بس حتى بعد ما خرج قوته ما قدرش يفك حبال كونج، فبيتعصب اكتر وبيخرج قوته بنسبه 200%، وبيبدا يحاول يفك نفسه وهو عمال بيروح يمين وشمال كده، بس برضه ما بيعرفش يتحرر. وهنا كان مصدوم جدا، وهو عمال بيقول في نفسه ان هو بس كان نازل علشان يتفخر على الناس الضعيفه. وفي اثناء تفكيره ده بيتجه ناحيته التنين بتاع الملك كونج، وكانت كلماته الاخيره وهو مرعوب ان اخره التفاخر وحشه لان القوي فيه الاقوى منه. وبينتهي كل حاجه لما تنين كونج بياكله، وده خلى اليوم مستغرب جدا لان يا دوب المقاتل السمائي لسه ظاهر، وان شكل المؤلف كده عايز الاحداث تكون سريعه. وفجاه بتتوهج عيون تنين كونج كده وبيبدا يظهر برق من حواليه في كل مكان. فهنا كونج كان بيقول في نفسه واضح كده لما اكل السمائي ده قوته زادت، وده معناه ان هو بيتطور دلوقتي. وليو بيغمى عليه لان السماوة ما ساعدهمش في حاجه، لا ده بس خلى الموضوع اصعب عليهم لانه خلى التنين اقوى. وبالفعل التنين بيكون اتحول لتنين اسطوري بيظهر مره كل 1000 سنه، ومن كتر ما هو اكتسب قوه كبيره جدا كان بدا يفكر ان هو دلوقتي اقوى من ملك القرود كونج، يعني مش محتاج ان هو يكون تابع له دلوقتي وهيخلص عليهم كلهم. لحد ما بيقطع تفكيره عصايه ضخمه عملاقه نازله من السماء، وقبل ما يلحق يتحرك من مكانه من الرعب ده كله بينفجر المكان كله.
وبيختفي التنين قبل ما ينفذ خططه الشريره. فهنا كان ملك القرود كونج مصدوم لان التنين بتاعه اختفى بلمح البصر، وحتى اتباعه كمان كانوا مصدومين لان مش هو بس اختفى، لا وكمان الجبل اختفى. وكل ده كان بسبب مين؟ كان بسبب شيان اللي فضل يعتذر لهم وهو عمال بيقول في نفسه ان دي اول مره يستخدم سلاح اسطوري من اسلحه ملك القرود كونج المستقبليه، فللاسف يعني معرفش يتحكم في قوتها. وبالنسبه لجونج فهو فضل واقف فتره كده بيبص للحفره وهو عمال بيقول في نفسه ان العصايه ديت لو كانت وقعت عليه كانت هتدمره حرفيا. فعلى طول بيقول لشين وهو متعصب ازاي يستخدم سلاح سحري، وبيتحدى شيان ان هو يواجهه بايديه بس. فبيوافق شيان على التحدي بتاع جونج ان هو مش هيستخدم اسلحه سحريه وهينافسه كمان في الحاجه اللي هو عايزها، سواء كانت سرعه، قوه تحمل، طاقه، اي حاجه. وهنا جونج بيقول له ما يغترش بنفسه لانه كان بيستخدم اسلحه سحريه قويه، وبيعرف شيان ان هو هينافسه في اضعف حاجه بيمتلكها وهي السرعه. فبيقوم شيان قايل له كده في نفسه انت اضعف حاجه عندك السرعه، وبيوافق على التحدي بتاعه ده. في حين ما كان شيان عمال بيقول في نفسه ان هو بيمتلك جسم جونج من المستقبل، وعارف كويس ان احسن حاجه جونج بيمتلكها هي السرعه. المهم جونج بيحرر طاقته كلها وبيعرف شيان ان في زهره لوتس في نهايه القاره، اول واحد هيجيبها ويرجع هنا هو اللي يكسب. وبينطلق جونج على طول، ومش كده وبس، ده وكمان بيندع على السحابه الطايره بتاعته اللي اول ما بيركبها بيختفي على طول من المكان، وده في اثناء ما كان ليه مصدوم من سرعه جونج. واللي اغرب من كده ان هم هيروحوا للجزيره اللي في اخر القاره. المهم بالنسبه لشيان فهو برضه كان اختفى من المكان. وبينتقل بينا المشهد بعد كده للجزر اللي في اخر القاره. بعد ما جونج وصل بيترمى على وشه بسبب سرعه السحابه اللي ما كانش عارف يوقف، فبيفضل يشتم فيها بس هي بتصبع له، لكنه بياخد باله بعد كده من زهره اللوتس اللي قدامه، فبيبتسم ابتسامه كلها فخر على اساس يعني انه هزم شيان. المهم بعد ما بياخد الزهره بيرجع تاني لجبال الوحوش اللي كانوا فيها، فبيبدا شيان يتريق عليه وبيعرفه ان هو اتاخر جدا. وبيقوم ساله بعد كده ايه اللي اخره. بيقوم جونج قايل له ان هو في طريقه خلص على الوحش كان مضايقه، لكن في الحقيقه كان بيقول في نفسه ان هو كان خايف يركب السحابه لا ترميه على وشه مره تانية. المهم بيقوم متعصب بعد كده على شيان وبيقول له مش مهم مين اللي راح الاول، المهم اللي جاب الزهره وانت ما معكش الزهره. فبيساله شيان هو عارف ازاي ان هو ما معهوش زهره اللوتس. بيقوم جونج معرفه ان هو اكيد ما بيمتلكش الزهره لانه جابها كلها معاه. وهنا اول ما ليه اتباعه بيشوفوا زهره اللوتس بينصدموا، لان كده جونج راح اخر القاره ورجع في نص ساعه بس. وده في حين طبعا مكان بنات قرود عشيره جونج عمالين بيطبلوا له، وده خلى جونج يبدا يتفخر كده وبيقول لهم ان دي كانت اقل حاجه عنده. وطبعا من كتر الكذب كانت مناخيره طالعه قدام مترين. فبيقوم شيان معترف ان هو ما حصلش على زهره اللوتس. وهنا جونج كان بيحاول يغتنم الفرصه وبيطلب من شيان ان هو يعترف بالهزيمه، بس شيان بيعرفه ان هو ما حصلش على زهره اللوتس بسبب ان هو ما كانش يعرف ان الجسم ده سريع جدا، لانه اول ما بدا يجري كان سريع جدا لدرجه ان هو لفت انتباه حاكم العالم. وهنا جونج كان عمال بيقول في نفسه احا الكذبه ديت ما يصدقهاش عيل صغير، وحتى اتباع ليه وكان مصدومين من الكلام ده. فده خلى جونج هو واتباعه مسخسخين من الضحك وهم عمالين بيتريقوا على شيان وبيقولوا له ان هو ناقص شويه كده يقول لهم ان هو كان ملك العالم ده. وهنا على طول جونج بيقول لشيان ان هو لو فعلا اثبت له انه لفت انتباه الحاكم فعنده استعداد حرفيا ياكل الزج. فبيقوم شيان حاطط صباعه في مناخيره وبيقول له انت متاكد من الكلام ده بس ما تندمش بعد كده. وبعد كده بيستعد علشان ينطلق باقصى سرعه عنده، ومن كتر السرعه ديت كان اسرع من ذا فلاش حرفيا، وبدا يعمل اعصار ذهبي بيلف وبيطلع في السماء. وده خلى ليو مصدوم هو واتباع جونج لان بدات السماء بعد كده تنور بلون مرعب، وفجاه بتظهر عيون كتيره جدا من السماء، وديت تبقى عيون الحكام لان شيان اثار اهتمامهم بسرعته الخارقه. بس جونج لما شاف المنظر ده كان مرعوب جدا حرفيا. وفجاه بعد ما شيان بيخلص بيروح يقف جنبه، بس بعد كده شيان بيترعب من المنظر اللي هو شايفه ده، وبيقول في نفسه ان هو شكله كده كبر الموضوع زياده عن اللزوم، لانه واضح كده ان قوه جونج المستقبليه مرعبه. وفي اللحظه ديت كان جونج جرب شعور اول مره يجربه في حياته، الا وهو شعور الرعب والاحباط اللي اول مره يجربه لما يشوف حد اقوى منه، وكانه واقف ما بين ايدين شيان وعلى وشك ان هو يسحقه. وده خلى جونج بعد كده يقع على الارض وبيقول ان هو خسر. بس بعد كده بيتعصب تاني وبيقول ان اكيد شيان استخدم المعدات السحريه القويه اللي عليه وعلشان كده هزم. فبيقوم شيان معرض عليه ان هو ياخد كل المعدات اللي معاه، وبكده مش هيكون عنده اي عذر علشان يهزمه. وده خلى جونج مبسوط كده وبيقول له ان هو وافق. بس بعد كده بيتذكر حاجه محرجه جدا وبيقول في نفسه بلاش يعمل كده، وبيقول بعد كده لاتباعه ان هم لازم يمشوا من المكان ده دلوقتي وانه هيسيب شيان عايش المره دي. وده خلى شيان يستغرب فجأة وبيقول ان هو تقريبا كده مخبي حاجة عليه. وهنا اتباع جونج بيتدخلوا وبيقولوا لجونج ان دي فرصة علشان يهزمه، وبيقولوا لجونج ازاي هيقابلوا اسلافهم بعد ما الجبل اتضم، وكمان دلوقتي ان هو لازم يهزم شيان علشان يقدر يستعيد ماء وشه. فبيقوم موافق جونج وبيطلب من شيان ان هو يجيب المعدات علشان يلبسها. وهنا شيان كان متأكد فعلا ان جونج مخبي حاجة عليه. المهم بيروح جونج كده بعد ما اخد كل معدات شيان يلبسها بعيد، وبيقول ان هو لازم يلبس بسرعة قبل ما حد يشوف. بس يا عيني ما كملش كلامه لان شيان ظهر من وراه وعمال بيضحك عليه. فهنا جونج كان يا عيني اتعصب واتضايق وخاف في نفس الوقت، ومن الصدمه طلع يجري ورا شيان اللي كان فطسان من الضحك على مظهره. وهنا طبعا جونج اخد باله ان هو طلع يجري ونسى ان هم كانوا واقفين. وهنا كل اتباعه شافوا الحاجه اللي هو
هو كان مخبيها وواقفين مصدومين، والحاجه ديت ان هو كان راسم على ظهره وايده دببه وبط صغيرين ولطاف، وديت الحاجه برضه اللي صدمت ليه واتباعه، وبيقولوا ازاي وحش في مستوى ملك الشياطين يحط الرسم ده على دراعه، وده خلى جونج يتعصب منهم وكان على وشك يخلص عليهم كلهم، بس التابع بتاعه بيلحقه قبل ما يقتله. وبعد كده يا عيني بيفضل يعيط كده على جنب وبيقول هو مش معنى ان هو وحش يعني يبقى ما يحبش الحاجات اللطيفه. المهم بيكون بعد نص ساعه لبس المعدات بتاعه شيان اللي هي يعني اساسا معداته في المستقبل، بس كان يعني متوتر من الصدمه اللي حصلت له من شويه، وفجاه بيفعل قوه المعدات السحريه بتاعته اصلا، وده خلاه يحصل على قوه جباره وعاصفه بتلف حوالينه من الطاقه، وهو عمال بيقول لشيان ان هو دلوقتي هيهزمه بالمعدات، وفجاه عينيه بتشع بالطاقه كده وبيتجه بسرعه البرق ناحيه شيان علشان يوجه له ضربه قويه جدا، بس شيان كان واقف في مكانه وما اتحركش حتى سنه واحده، وبيعرفوا شيان ان هو هيستخدم عليه دلوقتي الضربه العاديه، وجونج بيعرفوا ان ضربته العاديه ديت ضربه عاديه لانها مليئه جدا بالثغرات، بس ما بيكملش كلامه لان فجاه الضربه ديت بتفجر المكان كله، ومش كده وبس ده كمان من قوتها بتعمل صوت في ليبيا كلها. وفي اللحظه ديت جونج شاف بعض اسرار الكون، اسرار الحياه، اسرار الفقر، اسرار الخوف والرعب والالم، وكمان الوعي والايمان والعواقب والزمن والابعاد، وكل ده بسبب لكمه شيان العاديه، وكان على وشك يتجنن بسبب اللكمه دي، وبدا يعيط كمان بسبب انه مستحملش الالم ده كله. بنشوف بعد كده شيان واقف في الحفره اللي جونج وقع فيها، وجونج بعد ما استعاد وعيه كان مصدوم من كل الحاجات اللي حصلت له. بيقرب منه شيان وبيقول له الضربه اللي انت شفتها دلوقتي كانت الضربه الكونيه، وبيعرف شيان ان قوته بيستمدها من طريقه عيش حياته، فبيجري عليه جونج كده وبيساله ازاي يقدر يكتسب القوه دي. بيقوم شيان معرفه ان اسلوب حياته دلوقتي بيأثر على قوته في المستقبل، وبيعرف جونج ان هو علشان يكتسب قوه اكتر لازم يتخلى عن التفكير بتاعه الحالي، لان طريقه تفكيره الحاليه هتخليه مجرد شخص ضعيف مغرور، وانه لازم يكون شخص عقلاني بيدور على الخير، وبكده هيقدر يكتسب قوه عشان يحمي الناس. وبيعرفه كمان ان هو لو ما عملش كده فطريق حياته هيكون مش كامل. وهنا كان جونج مصدوم من الكلام اللي سمعه من شيان، وبدأ في حاجه تتغير جواه، وبدأ يفتكر الايام اللي كان بيتدرب فيها والايام اللي كان بيقاتل فيها وكأنها بتتكسر قدام، لانه اكتشف حاجه اهم من ده كله، وكأنه واقف قدام باب عملاق لو اتفتح هيكتسب قوه جباره، واول ما بيفتح الباب ده فعلا بيكتشف حاجات كتير كان متغفل عنها زمان. وهنا النظام بيظهر وبيعرف شيان ان جونج كده اكتسب 30% من خبره ومهارات زياده، وعلشان كده النظام بيعطيه بطاقه نيزوكو، الكارت ده هيمنحه قوه نيزوكو سيده السيف المستقبليه. وهنا شيان كان مبسوط جدا لانه حصل على كارت نيزوكو، يعني بالصلاه على النبي كده هيستخدم قوه المحاربين ال 12 مره تاني. وهنا جونج بيقطع تفكيره ده وبيطلب من شيان انه يكون تلميذه، فشيان بيوافق ان هو يكون تلميذه لكن بشرط واحد، فعلى طول جونج بيسأله ايه هو الشرط بتاعه ده. وهنا شيان علشان يغيظه بيطلب منه انه ما يلمسش اي حيوان لطيف بعد كده، وبالنسبه للوشم اللي هو حاطه على ظهره يشيله حالا، وده خلى جونج مصدوم من الطلب الغريب ده، وبيقوم طالب من شيان وهو زعلان انه يغير الشرط بتاعه، فبيقوم شيان كده حاطط صباعه في مناخيره وبيقول له اختار حاجه من اتنين، يا تكون تلميذي يا تحب الحاجات اللطيفه، وبيقوم حاطط زرارين قدام جونج، الزرار الازرق يعني هيحب الحيوانات اللطيفه ويتخلى عن كونه تلميذ لشيان، والزرار الاحمر هيتخلى عن الحيوانات اللطيفه ويكون تلميذ لشيان، وده خلاه متوتر جدا محتار من الاختيار، ويا عيني شويه ويبدا يعيط، وبالفعل بيبدا يعيط وهو بيقول لشيان انه مش قادر يختار. بيعرف شيان وهو زعلان كده ان هو عارف المفروض الناس القويه ما يحبوش الحاجات اللطيفه اللي زي دي، بس حرفيا بيعرف شيان ان هو عنده جانب كده بيحب فيه الكائنات اللطيفه ومش هيقدر يتخلى عنهم او يتحكم في نفسه. وطبعا شيان بعد ما سمع الكلام ده كان مسخسخ من الضحك، فبيروح يمسك كونج كده وبيعرفه انه كان بيهزر معاه، لا وكمان بيقول له ان هو من النهارده هيعتبره تلميذه، هو بس كان بيهزر معاه، وبيعرفه ان لو اي شخص اتريق على الحاجات اللي بيحبها فهو على استعداد يخلص عليه علشانه، مع انه اصلا شيان هو اللي كان بيتريق عليه. المهم جونج هنا كان متاثر بكل كلامه وبيجري بعد كده ورا شيان علشان يلحق يتبعه، ومش كده وبس ده كل اتباع جونج حتى ليو الشرير كانوا عايزين يكونوا تلاميذ لشيان، بس شيان بيرفض لان الموضوع كده هيكون صعب عليه، لحد ما بيقطع نظام تفكيره وبيظهر قدامه فجأة، فكان يعني هيموت من الرعب، والنظام بيعرفه ان المهمة الثالثة اتفتحت، وان هو المفروض دلوقتي يعثر على نيزوكو محاربة السيف ويخلي قوتها تزيد بنسبة 30%. وبينتقل بينا المشهد بعد كده عند مملكة البنات. في مملكة البنات كان في وحش شيطاني مختوم هناك، والشيطان ده كان شيطان الجماجن الاحمر اللي كان عمال بيتملق بملكة المملكة دي، وملكة مملكة البنات كانت عمالة بتتريق عليه لانهم اخيرا بعد قتال معاه لمدة 3 ايام قدروا يختموه هنا. وفجأة شيطان الجماجم بيتحول لجمجمة، فبتقول له الملكة ان مش هتفيده انه يتحول لجمجمة ومش هيعرف يهرب من هنا، وبتعرفه ان اول ما التشكيلة دي بتكتمل محدش يعرف يفكها، فبيأكد شيطان الجماجم على كلامها، بس بيعرفها ان هو اتقن تقنية الحالة اللي بتقدر تخلصه من اي ختم. وفجأة بتظهر بوابة بعدية قدام الملكة بتقدر تسحبها للبعد الظلامي، ولما بتنتقل للبعد الظلامي ما كانتش فاهمة اي حاجة،
لحد ما بتسمع صوت شيطان الجماجم اللي بياخدها في بعد الجماجم بتاعه، وبيعرفها ان المكان ده دلوقتي هو العالم بتاعه، يعني يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، يعني دلوقتي هو ختمها هي، وبيبدأ يمتص في قوتها وهو بيعرفها ان كل مملكة البنات دلوقتي تحت سيطرته بما فيهم ملكة البنات.